السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميع مستمعين ومحبين علشان محدش مهتم. دي الحلقة الكام انا مش عارفة، لان انا بقالي كتير مسجلتش، بس مش فارقة معايا الارقام على قد ما فارق معايا الكونتنت. دي مبرر انا بقوله طبعا عشان انا بتأخر كل مرة، بس الحقيقي او السبب الحقيقي هو اللي هكلمكم عليه النهاردة. قررت انه في بداية السنة الجديدة ارجع خطوة للسنة القديمة عشان اكلمكم ليه، عشان محدش مهتم، او عشان الشخص اللي بيقدم عشان محدش مهتم اتغير او اتأثر جدا في 2025. وطبعا ده أثر بكتير زي ما انتم شايفين على الكونتنت وشكل الكونتنت وكمية الحلقات اللي كانت بتطلع للنور قليلة جدا، واحيانا المحتوى ما كانش بيعجب بعض الناس. كل الكلام ده انا فاهماه ومتفهماه جدا. حد يقول طب هتعملي حلقات ترضي الناس؟ لا برضو، لانه لو انتوا فاكرين انه البودكاست اتعمل عشان مساحة للتنفيس عن اللي جوانا او عن اللي جوايا انا بالاخص، مش انتوا، انا معرفش انتوا عايزين تعملوا ايه، انتوا براحتكم، بس عن انا شخصيا. فطبيعي انه في حاجات كتير هتبقى مبنية على رغبتي انا مش على رغبتكم انتوا، او على رغبة الاحتياج مش حتى رغبتي انا الشخصية. المهم، قررت ان انا اعمل لكم ريكاب ل 2025 في حلقة تحت مسمى الدروس المستفادة. عايزين يسموها ايه اسم عايزين يسموه، بس يعني خلينا نقول الدروس المستفادة حتى الآن. أول حاجة إنه أنا كشخصية ما زلت اكيد عندي مشاكل. انا ما بحبش الجو بتاع انا اتغيرت قوي عن 2025 انا بقيت شخص تاني. ما حدش بيبقى شخص تاني، ما حدش بيتغير من جلده زي التعابين كده بالظبط، اللي هو حاجز العوة، حرباية، حاجات من هذا القبيل. بس الطبيعي البشر اللي زينا ما بيتغيروش من يوم وليلة، وما بيتغيروش عامة. هما بس بيكونوا أكثر تهذيبا في بعض الصفات اللي عندهم فيها مشاكل. بمعنى يعني أنا مثلا شخص عصبي جدا، بدأت أحاول إنه فترات أو نوبة الغضب تقل لكن ما تختفيش. يبقى بدل ما انا بيجيلي نوبة غضب يوميا، يجيلي نوبة غضب اسبوعيا، يجيلي نوبة غضب بس اطلعها مش على شكل غضب، اطلعها على شكل حاجة تانية. فاحنا بنحاول نكتشينج شكل الحاجة او الصفة اللي عندنا، او نبدلها بحاجة تانية، او نحاول نعيد توظيفها بشكل اخر بس هي موجوده. فمثلا لو حد عنده قلق عمره مش هيتعالج من القلق، عشان دي اول جمله اتقالت لي لما انا عرفت ان انا عندي انكزايتي، اللي هو انا مش انا اكيد اتعالج، انا اكيد بقى هعمل كذا وكذا وبتاع زي اي مرض احنا فاهمينه، برد، اي حاجه. في الحقيقه الامر لا، والانكزايتي ما بتقلش، يعني احنا ما بنبطلش نقلق. هي الفكره ان احنا بنحول قلقنا لحاجات على ارض الواقع، مخاوفنا او شعورنا على assets او على مش assets بقى سوري، على objects معينة. بمعنى انا لو بقلق كتير ودماغي بفكر كتير، فهقرر ان انا انقل التفكير الكتير ده لورقة، فالورقة تقلل شوية عبء الافكار الكتير اللي على دماغي، وهكذا وهكذا وهكذا. فاي حد بيقولك ان هو اتغير، اتاكد 100% ان هو متغيرش، لان اي حد بيتغير ما بيركزش هو اتغير ولا لا، على قد ما بيركز ان هو بيحاول يحافظ على الحياه الجديده. فاي حد بيقعد يتفاخر ويقول والله لا انا شخصيتي اتغيرت جدا عن السنه اللي فاتت، هو اكتر شخص اتغير بشكل سطحي جدا، او حتى متغيرش بس بيقول كده عشان يحاول يحس انه انجز شيء في 2025 او اي سنه عامه. ودي اللي حصل معايا السنه دي. يعني انا دايما كنت بقعد اقول لنفسي انا اتغيرت قوي، انا بقيت شخصيه تانية. حتى لو في ناس شايفه كده، يعني حتى ناس قالت لي مثلا ايه ده انتي كنتي مختلفه شويه السنه اللي فاتت، انتي اتغيرتي، بس انا شايفه انا ما اتغيرتش لسه. انا لسه ببدا البيبي ستيبس بتاعتي في ان انا اصلا افهم شخصيتي دي بتعمل ايه، بتحتاج ايه، بتبقى نفسها في ايه. فالفكره كلها او المين كور كله انه احنا مش لازم نخرج بالسنه بانجاز، فمش لازم اول السنه اقول انا اتغيرت عشان ادور على اي انجاز. لو احنا فضلنا في صراع الانجازات انه لازم اند كل شابتر معايا كم من الانجازات في جيبي عشان الناس تقول اللي في اللي في جيبه انجازات اهو، احنا مش، يعني دي مش حقيقه، ده وهم احنا كلنا بنجري حواليه. فانا قصدي انه المثاليه الزياده اللي على السوشيال ميديا دي بتحسسنا ان احنا ما عملناش حاجه، فبنقرر نلجا لفكره انا اتغيرت في 2025 عشان لازم يبقى معانا سلاح زي الناس اللي كلها هناك بتتكلم عن انجازات دي، وزي الراجل بتاع الانابيب اللي ماشي في الشارع ما فيهوش انابيب، يعني في غاز طبيعي، وهو برضه بيحاول يلاقي حاجه. فيعني ربنا يكون معاه ويكون معانا، وان شاء الله صوته ما يطلعش معايا في المايك. المهم هكلمكم عن شابتر في 2025. اول بدايه 25 كانت بدايه متفائله قوي زي كل سنه بعمل كده. دايما بيبقى شهر واحد وشهر اتنين بيبقى عندي فكره المثاليه الزايده ان انا السنه دي بتاعتي وما اعرفش ايه، وكل حاجه هحققها السنه دي. وبجد احنا لو ركزنا في الفيجن بورد اللي احنا بنعملها، انا بحب الفيجن بورد على فكره جدا، يعني مع احترامي لاي حد بيعمل فيجن بورد انا بحبها جدا، بس انا عندي مشكله مع اي حد بيستخدم فيجن بورد انه احيانا بيحط حاجات مش منطقيه حدوثها في سنه. ممكن تحصل في سنه لو انت ساحر او انت اقدارك كويسه او حظك حلو زي ما بنقول، بس عادي ما تحصلش، يعني الاحتماليه
الاحتماليه الاكبر ان هي ما تحصلش. فكره ان احنا نقعد نرسم حاجات مش منطقيه وفي الاخر نزعل لما الفيجن بورد بتاعتنا تضيع، فاعتقد ان هي مش مشكله الحياه ولا الحظ ولا انتوا حظكم وحش، ومشكله ان انتوا بتفكروش بشكل منطقي تماما. زي بالظبط لما بنعمل تو دو ليست بتاعتنا. يعني انا دايما الناس تقول لي ايه، احنا احسن ناس نعمل تو دو ليست ما ننفذهاش، مش عشان هم مش بينفذوها، عشان هم بيحطوا حاجات مش منطقيه التنفيذ اصلا. فدي كانت انا في اول شهرين في اول شابتر، وعايزه اعمل بقى البودكاست وهنزل حلقه كل اسبوع. طب انت قادره ان انت تبقي ملتزمه اتجاه الاوديو او اتجاه التسجيل او التنفيذ او الاديت او الديزاين كل اسبوع؟ لا. فلما انا عملتش كده حسيت طب والله خلاص مش هعمل بودكاست خالص، ما هو انا ما التزمتش. فانا لو اخطات مره يبقى هو الخطا الاخير، ودي بيرفكشنست طبعا كلنا عارفينها. ففكره الغلطه الواحده اللي بنعملها ونقرر نحاكم نفسنا عليها على مدار شابتر طويل، دي كانت بتحصل معايا كتير قوي، سبيشالي في اول شهرين في السنه. تاني شهرين في السنه حصل لي دروب في الماي هيلينج بروسس او ماي هيلينج جورني بتاعتي انا والانكزايتي، فتحول كل حاجه عكس. حرفيا بدات ستبس من اول وتاني. يعني انا كنت اوريدي مشيت شابترز كتيره قوي، فبدات من اول تاني. فطبعا ساعتها بقى تكنسل البودكاست، تكنسل حاجات كتير في حياتي، كنسل امال، طموحات، وي 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 كل الكلام ده. وقررت انه لا خلاص بقى انا مش عايزه ابدا، عشان برضو البرفكشنست بتقولي انه بعد ما عملتي كل ده هتمشي من الاول، يبقى اسمك بقى الفشل اللي بتبدا حياتها من تاني. فكان الصراع كله انه انا مكسوفه اقول ان انا ببدا الشابترز من الاول. وكان ممكن اعدي الشابترز عادي بهدوء، بس عشان البرفكشنست اللي جوايا بتقولي انه ده مش صح، وانه ازاي تعيدي كل ده تاني، وانه ما يعملهاش غير ناس الفشله اللي مش شطار، اللي مش مثاليين، اللي انا مش منهم. برضو في واحد بره بيضرب نار مش عارفه على ايه، بس تمام. المهم انه ده المثال بتاع المثاليه الزايده، انه المثاليه بتصعب عليك انك لانه يعني سنه الحياه انك عادي تتعثر في الطريق وترجع تعيده من اول تاني. ده طبيعي. خلينا بس نورماليز الموضوع عشان اي صديق او صديقه بيسمعوا هذا البودكاست هيحسوا دايما ان في حياتهم بيجي جزء كده انه الحاجه اللي انتوا تعبتوا فيها هتبداوا من اول تاني. فبيبقى فيه جوه انه مستحيل تعملوا كده. لا طبعا مش ممكن، لا بس هو الحقيقي انه ممكن، والحقيقه اصلا ان ده العادي، مش حتى ممكن او حاجات ما بتحصلش غير الواحد اتنين تلاته في العالم. لا، هي بتحصل لنا كلنا، وان ده العادي، وان ما حصلش ده اصلا في حياتك بتحس بحاجه غريبه، ان في مشكله بقى في حياتك ماشيه سلسه قوي بالزياده. فالطبيعي انه في حاجات نبدا من اول تاني. بس عشان احنا لو احنا عندنا البرفكشنست او يعني السعي للمثاليه بشكل زياده، بيكون فكر ده صعب قوي انك تتقبله وانك تطبقه اصلا وتبدا من اول تاني. فده كان عندي. فاعتقد ان شابتر التاني في حياتي هو عدم تقبل الفشل، او عدم تقبل، مش هقول فشل حتى عشان هو مش فشل، بس عدم تقبل البدايه، يعني بخطوات تانية او خطوات ازيد في التقدم. فده كان تاني حاجه، عدم التقبل. فعدم التقبل ده والامال الزياده هم اكتر عدوين كانوا ليا في 2025 في اول شابتر وتاني شابتر. وعلى ذكر ده، كان حد من اصحابي بيحكي لي عن فكره انه لما انا كنت بحكي الدنيا متضايقه، فلقيتها بتقولي، يعني انا برضو بكره الموضوع ده، بس فكره ان حد يقارن مشاكلك بمشاكله. يعني هو يقولك ايه، ده فلان عنده كذا وكذا وكذا وما زعلش زيك، عشان فلان عنده قدره تقبل وتحمل اكتر من قدره تحملي. بس مش عشان فلان مؤمن وانا مش مؤمنه، مش عشان فلان متربي 5 مرات وانا ما اتربيتش. يعني هي دي الفكره. فده التفسير بتاع معظم الناس مش بتلاقيه، فبتستخدمه كمقارنه. انه انت تزعل ليه؟ ده ما فلان عنده اوحش منك، فلان ابوه مات وامه انتحرت وخاله بيدوروا عليه في المستشفيات وحالته احسن منك بكتير. ممكن عشان فلان عنده قدرة تحمل وتقبل أكتر مني، وطبعا ممكن يكون عنده رضا وقناعة وكل الكلام ده، بس ده مش الجزء الوحيد. يعني أكيد الجزء بتاع الإيمان بالحاجة والقناعة ده موجود وبشكل واعز ديني كلنا عندنا بدرجات طبعا، بس مش هو السبب الوحيد اللي خلاه يتقبل الوضع. هو خلاه يتقبل الوضع برضو إن هو شخص بيعرف يتقبل المصائب أو الشدائد، وإنه شخص بيعرف يستحمل ويتحمل الحاجات دي كلها. في اشخاص ما بتستحملش ومؤمنه جدا على فكره، فهي مالهاش علاقه بده او ده. فكان تاني شابتر عندي عدم التقبل، عدم تقبل ان انا ابدا من اول وتاني، عدم تقبل الفشل، عدم تقبل ان انا ما عملتش حاجات كتير في البودكاست. الشابتر التالت كان شويه رجوع لخط التقدم شويه. رجعت تاني الجورني بتاعتي، بدات اعمل اول وتاني. تخبطت في الاول كتير ورجعت ابقى على التراك، وابدا بقى افهم ان كل اللي كان بيحصل لي ده بسبب المثالية الزايدة. وفكروني أصدقائي المستمعين إن أنا أعمل لكم حلقة عن المثالية الزايدة، لأنه بجد هو أكتر حاجة عانيت منها في 2025 هي الانكزايتي طبعا، وحاجات تانية هقولها لكم وأنا جاية في الطريق.
بس وسط كل ده الشابتر الرابع او الشابتر الثالث كان هو اللي هو الجورني اللي انا بحاول ارجع فيها. بدات احاول اسجل حلقات، هتلاقوني في حاجات كتير ما نزلتش. انا مسجله حلقات كتير قوي، اكتر من 6 حلقات ما نزلتش، لانه ساعتها انا كنت بس بحاول لمجرد المحاوله، مش بسجل حاجه فيها كونتنت قوي، على قد ما انا بفتح المايك واتكلم، اتعود بس ان انا ارجع تاني اقعد قدام الكمبيوتر وادت وكل الكلام ده. وبرضه بسعى لمثاليه في الشغل، فاتسحلت جامد مع الشغل وما كنتش بعرف انظم حياتي خالص، مفيش لايف بالانس تماما. جو بقى طبعا انا قلت لكم قبل كده مفيش حاجه اسمها ورك لايف بالانس، انا عارفه، بس انا تعديت المسمى ده بدرجات حلوين. يعني انا بقيتش اسيب لنفسي ساعات للنوم او للتفكير حتى في وضعي انا الشخصي هيكون عامل ازاي. يعني انا عارفه انه طبيعي ان احنا ما نخرجش وما نعملش كل الكلام ده، لكن انا حتى عديت الطبيعي بحبتين 3. شابتر 4 بقى كان الانهيار الاعظم اللي هو اخر 2025، اني اكتشفت ان بعد التقدم ده كله ما انجزتش شيء قوي. وطبعا لو انتوا فاكرين في شابتر 1 ان احنا حطينا امال ما انجزناهاش، فاكتشفت في اخر سنه انه ايه ده، انا ما عملتش حاجه من اللي انا كنت عايزاها، انا ما جاليش حاجه، فرجعت انهار تاني عشان ازاي ما احققش حاجه في 2025، هدخل على 2026 ازاي وشي ده، وهبقى مكسوفه من كل الناس اللي حواليا اللي ما يعرفوش عني حاجه ان انا ما عملتش حاجه تذكر. حاولت في النص ان انا اكون بدافع شويه عن حاجتي، عملت حاجات بحبها زي التصوير، الادت، كنت بحاول الفتره دي ان انا اتمسك باي هوايه بترجعني او بتقلل الشعور بالنيجاتيف انرجي دي اللي انا كنت مصدراها لنفسي على مدار اخر 2025 واللي لسه مكمله معايا 26. ده كان الفور شابترز في حياتي عامه في السنه الاخيره، ودي كانت سبب كتير قوي انه انا ما كملش البودكاست ده. بس حاولت تاني في شابتر ده جديد في 2026 ان انا احاول ارجع تاني. بس انا كلمتكم عني انا دلوقتي خلال الفور شابترز الاخرين. احكي لكم بقى عن الاشخاص او الصفات او الحاجات اللي حصلت لي والدروس المستفاده بجد بقى اللي اتعلمتها، غير الدروس اللي حكيتها لكم في الشابتر، زي المثاليه الزايده، زي عدم التقبل، زي الامال الزائده عن اللزوم الغير منطقيه، زي الانهيارات. عايز احكي لكم عن انواع الاصحاب اللي ساعدوني في الجورني دي واللي ما ساعدونيش، عشان انا حاسه انه انا ما اتكلمتش كفايه قوي في الحلقات اللي فاتت عنهم، واللي هتكلم عنهم بشكل برضو مستمر في الحلقات القادمه عشان بس تبقوا عارفين. اول حاجه انا بحب اشكر كل اللي بيسمعوا البودكاست ده، عشان بجد انتوا مش يعني انا مش صديق دي بالنسبه لي كلمه مبالغه، زي الناس السخفه اللي على تيك توك بيقعدوا لك بنت خالتي وانتي صاحبتي وانتي ما اعرفش ايه، اللي بيقعدوا يسموا مسميات للقاعده الجماهيريه بتاعتهم عشان يحسنوا وضعهم، عشان مش عليهم فانز، عشان بتبقى عيب تقولوا فانز وكده. انتوا مش قاعده جماهيريه، لان انا مش بقدم لكم محتوى ثابت، مش بقدم لكم حاجات ثابته تسمعوها، انتوا بتسمعوني بشكل عشوائي. ممكن اصلا يكون بيسمعني الحلقه دي ما يعرفش مين بيسو توكس، او عشان محدش مهتم، بس هو قرر يسمع الحلقه دي، حظ وحش انا عارفه. الناس اللي بتسمعني بتقعد تبعت لي احنا محتاجين تعملي على الحلقه عن كذا، وانا اصلا ما نزلتش حلقات، فده كان بالنسبه لي غريب جدا. الناس بتعملي فولو وانا ما يعرفونيش او ما تابعونيش كفايه او ما شافوش مني حاجه كفايه تخليهم عايزين يسمعوني. الناس دي كلها انا بشوف ان هم اصدقائي وبحبهم حتى لو هم ما يعرفوش مين انا شخصيا، ودي حاجه تبسطني اكتر. ولو انتوا تعرفوني شخصيا فدي حاجه تبسطني، لان انا عارفه انه معظم اللي بيسمعني وعارفني هو شخص انا ارتحت له، قررت اقوله ان انا بعمل بودكاست. عشان اي شخص انا بحبوش مش هقوله ان انا بعمل بودكاست. تاني حاجه، برضو يعني في اشخاص كتير قوي 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 في حياتي ساعدوني ان انا آه اتقبل فكره انه عادي ان انا ابدا من تاني، عادي ان انا ابدا كده. ومحبش اشكر اي بني ادم قرر يصعب عليا الجورني بتاعتي او الحياه او السنه دي بان هو يلوم عليا بزياده عن حاجتي، يقعد يمسك لي في عيوبي ويقول لي بصي بصي يا ام عيوب، بصي يا ام عيوب فلان وفلاني وفلاني وفلاني. وطبعا ده بالنسبه لشخص بيرفكشنست ده اكبر اذى ممكن تعمله في حياته، ان انت تحسسه ان هو مش كامل او ان هو مش مثالي. فتخيل بقى ان في حد ماسك يعني بيقول لك بص بص يا ام عيب فلاني، وبتبقى انت جواك بقى عايز تقول يا اسطى ما انت عندك عيوب، انا ما جيتش جنبك ما قلتلكش ان انت عندك عيب الفلاني، ما قلتش ان انت بتحبش امك وبتحبش ابوك وبتحبش صاحبتك كمان، انت بس بتعمل كده عشان عندك فراغ، يعني فراغ عاطفي، ما قلتلكش كده. فانت ليه ماسك في فكره ان انا عندي قلق يعني؟ في اسلوب احسن من كده في ان احنا نمنشن عيوب الاخرين. ومش هالوم عليهم على قد ما برضه انا بالوم على نفسي ان انا بيرفكشنست. ما انا اكيد لو مش بيرفكشنست وحد قال لي الكلام ده هرميه في اول يعني اول زباله. بس طبعا عشان انا بيرفكشنست وعندي انكزايتي مسكت في الكلمه دي وعشت عليها حبه حلوين. بس انا مش مسامحه اي حد قرر ان هو يصعب عليا الرحله دي، ان هو يقعد يبريشر على فكره انه انا محتاجه طول الوقت لا لا عيوبك دي محتاجه تشتغلي عليها. ما انا شغاله عليها، انا كده شغاله عليها، ما بالك لو ما اشتغلتش عليها انت تبقى شغلك عامل ازاي؟
فبعيدًا عن البومب والصواريخ اللي برّه، أنا مش مسامحة الناس دي خالص، مش كارهاهم بس مش مسامحاهم، عشان هُم ما سهّلوش عليّا ده، ومش برضه متضايقة منهم عشان عارفة إن هُم مش قصدهم، ممكن يكونوا بيعملوا ده بشكل اعتادوا عليه، إن هُم متعودين إن هُم ما يستحملوش عيوب الآخرين، وإن هُم يقولوا على عيوبهم، وهُم مش ملزمين يستحملوا عيوبي، ومش ملزمين برضه يكونوا صحابي. فقصادها أنا زي ما أنت ليك عليّا إن أنا ما اعاملكش بالعيوب دي عشان حقك، أنا مش هاقدر أحطك برضه في مكانة قريبة مني، عشان أنا مش عايزة إن كل شوية شخص يقرر يpressure me ليه أعمل العيوب دي أو ما أعملهاش. مش صح برضه إن الشخص يكون مصاحب واحد طبّال، ما بيعملش حاجة غير إن هو يقول له أنت ما بتغلطش، بس في نفس الوقت لمّا يقول له هو بيغلط يقوله بالطريقة وبذكاء على حسب شخصية كل واحد. ده مجهود أنا عارفة، بس مش كل الناس اللي حواليك يقدروا يكونوا صحابك إلا أمّا يعملوا المجهود ده. الدروس المستفادة: اختاروا صحابكم كويس جدًا، اختاروهم أوي، اختاروا الدايرة اللي حواليكم، وتقبّلوا أخطائكم، تقبّلوا إنه أنتم تنهاروا، تقبّلوا إنكم ترجعوا تاني خطوات لورا. المثالية الزايدة بتاعة إنكم لأ لازم تعملوا، لازم تقولوا، لازم تبقوا أحسن ناس، ولازم تبقوا كده، صعبة، أنا لسه باحاول أهيل منها، مش سهلة خالص، بس اعرفوا إن دي المثالية الزايدة مش شخصيتكم. يعني حاولوا تفصلوا بين إنه دول أنتم ودول مشاكلكم، يعني الصوت اللي جوّه دماغكم ده مش صوتكم أنتم، ده صوت المثالية، صوت القلق، صوت أيًا كان إيه، بس مش صوتكم أنتم، ده هيفرق معاكم كتير في الjourney بتاعتكم. ودي كانت الدروس المستفادة في 2025، وأتمنى الحلقة دي تكون خفيفة على قلوبكم زي ما خفيفة على قلبي عشان فرقت معايا أوي، وما أعرفش هتنزل والّا لأ، بس لو بتسمعوها دلوقتي فهي نزلت. ولو بجد عايزين تsupport me قولوا لي إن أنتم محتاجين حلقات تانية والّا لأ، ولو مش عايزين برضه قولوا لي، أنا هاتقبل رأيكم وهاعمل حلقات تانية برضه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميع مستمعين ومحبين عشان ما حدش مهتم.